السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير إلى كل محبيني في مبادرة مشتل البستان. النهاردة 25/9/2023، والنهاردة إحنا في القاهرة الجديدة. تمام. معانا نموذج من النماذج المشرفة، بس هو رفض ظهوره معايا على القناة. بالنسبة للشجر قال لي صور زي ما أنت عايز. النهارده كان طالب مني الباشن فروت أو الميس فلورا أو أم الفواكه زي ما حضراتكم شايفين كده. ده أول برميل لأم الفواكه أو الميس فلورا. قبل ما أبدأ الفيديو أحب أن كنتم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الجميل. تمام. معانا هنا طبعا البرتقال الذهبي، تمام، زي ما حضراتكم، او الكيميكوات زي ما انتوا حضراتكم شايفينها كده. طرحه يا جماعه اهي زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده. طرح غزير جدا زي ما انتوا حضراتكم شايفينها، واهم حاجه تكون متطعمه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا بحب ازيد للجمال جمال، يعني لما بروح عند مثلا جاي لك مثلا كضيف على سطح منزلك او سطح بيتك، بحب ان انا مثلا ان انا اضيف للجمال جمال زي ما انت حضراتكم شايفين كده. جيت لقيت هنا مثلا الحوض فاضي، فوالله عرضت عليه في الفل، في الياسمين، في مسك الليل، في الريحان، في الشيح، في الفل البلدي زي ما انتم شايفينه كده مزهر وطارح. تمام. نيجي هنا برضه ضم الفواكه او الباشن فروت او الموس فولرا زي ما حضراتكم شايفين. دي الجزء الثاني او البرميل الثاني. تمام. طبعا هو كان طالب مني اللي هو الالوفيرا، صبار الالوفيرا زي ما حضراتكم شايفينه كده. تمام. معانا هنا البشمله او الاسكادينيا. طبعا يا جماعه احنا طالعين من فصل الصيف وهنبدا في فصل الشتاء زي ما حضراتكم شايفين كده. هي بدأت تظهر خالص، يعني لو لاحظتم هي بدأت تظهر الزهر زي ما انتم شايفينه كده. تمام. دي البشمله او الاسكادينيا. تمام. معانا هنا يا جماعه من الأطراف برضه اليوسفي. تمام. بس ده اليوسفي لأول مرة، اللي هو الكلامنتينا. تمام. ده اليوسفي الكلامنتينا، هو برضه طلبه بالاسم. زائد الحوض زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، الورد البليانطة، مسك الليل، البردقوش، الريحان البلدي، ياسمين، اللافندر. زي ما حضراتكم شايفين الحوض متجزأ إلى كام جزء زي ما حضراتكم شايفينه كده. تمام. معانا هنا البلاك بيري او التوت البري زي ما حضراتكم شايفينه كده يا جماعه. برضك هو كان عنده قصيص حطيته له في قلبه يعني. تمام. البلاك بيري زي ما حضراتكم شايفينه كده. معانا هنا اليوسفي البلدي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين طارح اهو يا جماعه. اليوسفي البلدي طارح زي ما حضراتكم شايفينه. وكم مره برضك اكد على النموذج اللي انا دايما اكد عليه، لازم تكون الحاجه مطعومه. دي اول حاجه، تتاكد ان الحاجه متطعمه. الثاني حاجه ان انت تتاكد ان الحاجه قديمه، وتكون قديمه 100%. يعني تاني حاجه يا جماعه، تتاكد ان يكون الشغل قديم. لو جديد معلش يعني انت ما زرعتش حاجه على سطح بيتك ولا استفدت ولا اي حاجه. احب اشكر حضراتكم واشكر الساده اللي بيتابعوني وبيدعموني على قناتي في مبادره مشتل البستان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.